السلام عليكم متتبعي قناه ام11 تي في. حنا كنتواجدوا اليوم في مدينه هيرنا قرب مدينه بوخوم، وحنا اليوم بضيافه فريق اف سي ماروك، الغني عن التعريف بيان سور بالرئيس ديالو السي مصطفى المختاري. واليوم معنا واحد اللاعب قديم ديال المنتخب المغربي وديال الفريق المغربي الفاسي اللي هو السي عصام البارودي. مرحبا بك في قناه ام11 تي في. شكرا وكنشكركم على المجيء ديالكم، ونتمنى ان هذا الحوار يكون شيق للمتتبعين ديالكم. شكرا. حنا السي عصام فرحانين انك كتواجد في هنا عندنا في المانيا. يمكن لك تحكي لنا بخلاصه كي كانت لا كارير ديالك في الكره وكي دازت؟ البدايه كانت مع فريق المغرب الفاسي، يعني تدرب جميع المراحل ديال فريق المغرب الفاسي من الصغار حتى الامال، وتحت فريق الكبار على سن كان صغير شويه، على 17 سنه فين لعبت اول مقابله ديالي مع فريق الكبار. والكارير ديالي كامله يعني بالمشاركات ديالي مع فريق المغرب الفاسي اللي كانت هي غنيه، جوج ديال النهائيه ديال كاس العرش، وحققنا المرتبه الثالثه في البطوله الوطنيه واحد السنه، وزيد عليها التدرج كاع جميع الفئات ديال المنتخب الوطني من الفتيان الشبان الامال مع فريق مع المدرب رشيد الطاوسي. وكنا حققنا في 97 اللقب ديال كاس افريقيا، وكنا مشينا لكاس العالم اللي كانت في ماليزيا انا في 97 وتجاوزنا الدور الاول، مشينا للدور الثاني. ومشاركه في الالعاب الاولمبيه اللي كانت مع المدرب الخضر الله يرحمه، وكل لعبت لقاء واحد مع فريق الكبار، كان المدرب هو كويلهو البرتغالي. هذاك هو لقاء واحد اللي كنت لعبت مع فريق الكبار. تبارك الله عليك السي عصام. وعلى ما سمعنا كنتي التحقتي بالديار الامريكيه، وشنو كان السبب زعما؟ واش باش تزيد تاخذ تجربه، ولا باش انك تبدل الدومين، ولا انا وقفت المسيره انتهت في 2004 في المغرب، يعني اعتزال مبكر، كانت في عمر 24 سنه، والتحقت بالديار الامريكيه. كانت انا ديما الغايه ديالي هي الدراسه، ويعني ونتعمق في التدريب. وبالفعل فاش مشيت لتما خديت اجازه في العلوم الرياضيه، يعني لا كونديسيون فيزيك، وخديت تما دبلومات على طريق الجامعه الامريكيه، تما خديت دبلوم بي. وموراها يعني كنت ديما عندي فكره اني باغي ندخل للمغرب، مازال ما تاحتش الفرصه انني ندخل المغرب، ولكن كنت ديما كنقرب نمشي بلاصه اللي قريبه، وكتاب انني نجي لالمانيا لهنا. انا بالمانيا هنا تقريبا واحد 7 اشهر دابا، وهي هذيك فين كتاب انني التحقت بالفريق ديال اف سي ماروك. ودابا كما ذكرتي المانيا اللي كنتواجدوا فيها الان، واش الزياره زعما غير مؤقته، ولا باغي ان شاء الله هنا تطور الاكسبيريونس ديالك هنا؟ لا ان شاء الله غادي نستقر هنايا انا والزوجه ديالي وجوج ديال الاولاد بنيته وليد، غادي ان شاء الله نستقروا ان شاء الله بحول الله الى كتاب هنايا. دابا هذوك 7 اشهر وحنا هنايا. انا حاليا راني ملتحق بالجامعه ديال بوخوم ديال لا بريباراسيون فيزيك، عندي ماستر، وكنشوف يعني الظروف كيفاش غتمشي مع الكره، وتنتمنى انا اللي كاين هو باغي حتى الدبلومات ديال يوفا ان شاء الله باغي ندوزو ان شاء الله. شكرا. والخلاصه عطينا واحد الكلمه في حق فريق اف سي ماروك اللي دابا حنا اليوم جينا نحضروا الماتش ديالو، وشي كلمه في حق الجاليه في هذه النواحي ديال دورتموند دوسلدورف، واحد الجاليه مغربيه كبيره في هذه النواحي. وصراحه الفريق مليء بالامكانيات الفرديه، زعما الفريق تشوفوا كيلعب يعني لاعبين في المستوى. اللي عندنا ناقص شويه هو الامكانيات الماديه، اللي كنتمناو تكون مسانده اكثر، ماشي هي من زعما المغاربه اللي كاينين هنا، ولكن حتى مثلا شركات الا كانوا سبونسور وداك الشيء، فوالا الا كانوا غادي تكون النتائج احسن. وصراحه انا كنشوف كاع المغاربه اللي كيجيو يتفرجوا فينا، الصراحه كيجيو كيلقاو داك الانتماء، بحال كيلقاو راسهم بانهم راهم قراب للمغرب، وكنحاولوا نخلقوا واحد حب الوطن وداك الشيء، وكنخلقوا حنا تنحاولوا نديروا داك جسر التواصل ما بينهم هما وبين السميه اللي ديال الفريق اللي هي يعني فيها المغرب داخل فيها، يعني تيحسوا بواحد داك الانتماء ديالهم كيلقاوه هنا. وكنشكرهم بزاف كاع الناس زعما صراحه اللي كيجيو يتفرجوا فينا، كيجيو كيشجعوا، كنتمناو يجيو بكثره.
لان هذا العام ان شاء الله كنحاول نحقق الصوت ديالنا. عطيتي ديديكاس هنايا الناس دفاس ولا الناس المغرب اللي كيتفرجوا تاع عائلتك ولا؟ كنسلموا كاع الناس، كاع المحبين اللي تيعرفوا عصام باراودي، كنسلموا عليهم وكنتمناو يكونوا بصحه جيده. باسم اعضاء قناه ام تي في كنتمناو للسي عصام مزيد من التالق في المسيره ديالو، وكذلك الفريق اف سي ماروكو، وتحياتي لكم والسلام عليكم وشكرا.